والله بقى لو مصمم على اللي في دماغك ده، يبقى تشوف لك حتة تانية تقعد فيها بعيد عننا. حاضر يا ابويا، من عينيا. ومن باب البر انا هطبق كلامكم، وهنبات بره البيت من النهارده. ايوه، ده كان ردي على والدي لما طردني انا ومراتي، لما صممت احافظ على وعدي. وقبل ما تعرفوا وعد ايه وسبب الخلاف من الاساس ده يبقى ايه، يبقى لازم تسمعوا الحكاية كاملة ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. دي مش بس قصة حب ما بيني وما بين مراتي، لأ، دي قصة وفاء بوعد وكلمة شرف اتقالت. وهبدأ معاكم حكايتي من سنين كتيرة عدت وفاتت، من أول ما كنت في آخر سنة في إعدادي. كنت لسه في بداية شبابي، لما كنت باخد درس عند مدرس إنجليزي شاطر قوي. وللأسف المدرسين اللي زيه بقى ليهم مواعيد خاصة، والحجز عنده مش بالسهل أبدا. وده كان سبب في اللي هتشوفوه دلوقتي. ايه يا ابني، هو انت مش هتمشي معانا ولا ايه؟ لا، مش هينفع النهارده. هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ كل سبت واتنين واربع بتسيبنا وتروح فين؟ معلش يا جماعة، اصلي بيبقى ورايا حاجات تانية اعملها في الايام دي. ما هو ايوه بقى يا اسلام، حاجات تانية اللي هي ايه بالظبط؟ مريم يعني؟ هو احنا من امتى بنجيب سيرة بنات الناس؟ عيب كده يا احمد. احمد ما يقصدش حاجة، بس احنا يعني واخدين بالنا، ولولا ان احنا عارفينك وواثقين في اخلاقك كنا قلنا ان في ما بينكم حاجة. الموضوع على فكرة مش كده خالص، المفروض انكم فعلا عارفين اخلاق صاحبكم. وبعدين مريم دي بنت متربية ومحترمة قوي. طب يا اسلام، احنا سامعينك، فهمنا انت بقى ايه الموضوع بالظبط. انتم عارفين كويس قوي ان الثلاث ايام دول بنخلص السنتر فيهم متأخر قوي، بنكون بعد المغرب، والسكة بتاعت الحتة اللي أنا منها لسه ما فيهاش كهرباء. ومريم دي تبقى بنت الجيران، وأمها صاحبة أمي. ده غير كمان إن باباها مسافر وملهاش إخوات صبيان يقابلوها ولا يروحوها. يعني هو ده بس السبب يا إسلام فعلا؟ ما احنا كمان استغربنا، ده انت ما شاء الله عليك بتحفظ قرآن معانا وبتصلي الوقت بوقته. احنا بس خفنا تكون بتعمل حاجة غلط. ابدا والله، انا كل اللي بعمله ده من باب المروءة بس مش اكتر. بمشي كده بعديها بكام خطوة لحد ما اطمن عليها انها روحت. خلاص يا صاحبي، حقك علينا يا عم، ما فيهاش حاجة يعني لما نطمن على صاحبنا، ولا ايه؟ معاكوا حق، وانا دلوقتي اطمنت ان الشيطان عمره ما هيغلبني، علشان انا معايا اللي يفتحوا عينيا على الصح دايما. ربنا يخليكوا ليا. وحقيقي يا جماعة، أنا ما كنتش بقول كلمتين وخلاص، أنا كنت بعمل اللي بعمله مع مريم ده من باب الجدعنة والمروءة بس، مش أكتر. لكن المفاجأة بقى إني بمجرد ما خلصت امتحانات ما بقتش أشوفها. لقيت نفسي بجد فعلا مش قادر، هموت وأشوفها، لدرجة إني بقيت بعدي من قدام بيتها في اليوم الواحد أكتر من 50 مرة، يمكن أقابلها صدفة ولا ألمحها. لحد ما الأجازة خلصت والحمد لله دخلنا مع بعض الثانوية العامة. وعلشان كده بقى بدأت الدراسة بالحماس اللي هتشوفوه ده. انت فين يا واد يا إسلام؟ من ساعة ما الأجازة خلصت وأنا ما بشوفكش في البيت إلا صدفة. معلش بقى يا حاج، ابنك في ثانوية عامة، بخلص مدرسة وأجي آكل لقمة كده في السريع وأدخل أذاكر لحد ما أنام. يا سلام يا أخويا، ومن امتى بقى بتروح المدرسة كل يوم، ولا بتقعد تتكفي على المذاكرة كده من نفسك؟ يعني هو انت تكره يا بابا اني اعرف مصلحتي كويس؟ لا يا اخويا، بالنجاح.
بس يا رب تصدق. وحقيقي يا جماعة أنا كنت صادق في كل كلمة، لأن وقتها كان عندي دافعين. الأول إني أروح كل يوم علشان أشوفها، أقابلها في السنتر. والتاني ألتفت للمذاكرة على قد ما أقدر علشان ألفت نظرها، لحد ما مشاعري استوت على الآخر واعترفت لها بحبي ليها آخر يوم في امتحانات تالتة ثانوي، خوفا يعني إن مجموعنا ما يدخلناش نفس الجامعة. واتفاجئت وقتها بمشاعرها هي كمان، وساعتها وعدتها إني هخبط على بابهم في أقرب وقت. علشان كده اشتغلت جنب الدراسة وعملت اللي هتشوفوه ده. أهو أنا بقى يا أحمد دلوقتي ممكن أروح أتقدم لأبو مريم. هو أنت يا إسلام متأكد من الخطوة دي؟ إسلام، إحنا لسه بندرس، أبوها ممكن يرفض. وإيه المشكلة يعني؟ ما أنا بشتغل مع الدراسة، وهو الحمد لله جمعت تمن الشبكة، ومش عايزة أضيع مني الفرصة لأن أبوها أجازة اليومين دول. أنا هروح وهتكلم معاه. خلاص يا إسلام، طالما نيتك خير يبقى توكل على الله، وإن شاء الله أبوها يوافق. وفعلا يا جماعة رحت لباباها وطلبت إيديها، بس رفض. رفض بحجة إنها لسه ما خلصتش دراستها. ووقتها أنا ما فقدتش الأمل، وقلت عادي وماله، فرصة أشتغل أكتر وأجمع فلوس أكتر، أقف بقى على رجلي شوية، لحد ما الحمد لله صبيت سقف شقتي وجهزت نصها كمان من غير ما أهلي يساعدوني بمليم واحد، لحد ما اتخرجنا. وأول أجازة لباباها بعد التخرج رحت واتقدمت له تاني، وبعدها بيومين لقيته بيقول لي: معلش يا ابني، كل شيء اسمه ونصيب. على عيني وراسي يا عمي كلامك، بس حضرتك لازم تبقى عارف ان مفيش راجل هيتقدم مرتين لبنت الا اذا كان بيحبها. انا اسف يا عمي، بس والله انا بحب فعلا مريم، وبطلب من ربنا انها تكون ليا انا في كل صلواتي، ده من 7 سنين ونص لحد النهاردة. ايوه يا ابني، بس بعد اذنك يا عمي، ارجوك إن كان رفضك ليا بسبب حاجة خايف مني فيها، خد عليا الضمانات اللي تريحك، لكن بلاش يا عمي تكسر قلبي بيها. بصراحة كده يا إسلام يا ابني، مفيش حد سألته عليك إلا وشكر لي فيك، ملتزم ومحترم ومكافح. بس يعني أيوة، بس إيه يا عمي؟ اللي عرفته إن عندكم أرض ومزروعة وكمان مواشي، وإن مراتات إخواتك بيخدموا فيها، ومريم يا ابني مش بتاعة الحاجات دي خالص ولا تقدر عليها. بس كده يا عمي، أوعدك ووعد الحر دين عليه، عمري ما هخليها تنزل الأرض ولا تخطي المزرعة ولا حتى تراعي مواشي. قول لي يا عمي، في أي حاجة تانية خايف مني فيها؟ أبدا والله يا ابني، هي دي الحاجة اللي خلتني أرفض المرتين اللي فاتوا. وأخيرا أقنعته يوافق، وجبت أهلي وقرينا الفاتحة، وبعد 1 و7 شهور خطوبة الحمد لله اتجوزنا. لكن بعد 20 يوم من جوازنا رجعت من الشغل ما لقيتهاش في شقتنا، فنزلت أسأل أهلي عليها، وده اللي حصل وقتها ما بينا. يا ماما، يا أمي، أمال فين مريم؟ هي المحروسة مشت على بيت أبوها. إيه؟ يعني إيه؟ ليه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ أبدا، طلعنا نصحيها علشان تسرح معانا، رفضت، ولما حاولنا نفهمها زهقت ومشت. تفهموها ايه بس يا جماعة؟ وهباب ايه؟ هيوه، نفهمها انها هنا مش على راسها الريشة، وانها زيها زينا، انا وسلفتها التانية. لا طبعا، مريم مش هتسرح في غيط ولا في مزرعة ولا ليها علاقة بالمواشي طول ما انا عايش. هيوه يا واد، لإن شاء الله على رأي مراتات اخواتك السفيرة عزيزة. وبعدين هو انت وهي مش بتاكلوا من خير الارض دي؟
يا ستي خلاص، ولا تزعلي نفسك. انا مش هاخد اي حاجة تانية من محصول الارض دي، علشان عارف انكم هتقولوا كل واحد هنا يعمل بلقمته، فبلاها احسن يا امي. وفي اليوم ده مشيت كلامي عليهم، ورحت طيبت بخاطرها ورجعتها البيت، والحمد لله قعدنا 5 شهور بدون مشاكل. لكن طبعا مراتات اخواتي ما سكتوش، وفضلوا يزنوا على ودان امي وابويا، لحد ما رجعت مرة من الشغل لقيتهم عاملين اجتماع. فقلت لهم: خير يا جماعة، متجمعين عند النبي ان شاء الله. اقعد يا اسلام، اقعد وبلاش غلبة. وادي قاعدة. خير يا ست الكل. اسمع يا اسلام، مراتك زي مراتات اخواتك بالظبط، واللي يسري عليهم يسري عليها هي كمان. يعني ايه يا ابويا؟ هو احنا مش كنا قفلنا الموضوع ده خلاص؟ لا يا اخويا، الكلام ما اتقفلش، ومن بكرة هتنزل للمواشي وهتروح الارض والمزرعة زيها زي الباقي. مش هيحصل يا امي، طول ما انا عايش مش هيحصل. اسمع يا ابني، انا قلت اللي عندي، ولو مصمم على اللي في دماغك يبقى تشوف لك حتة تانية تقعد فيها بعيد عننا. هي بقت كده يعني؟ حاضر يا ابويا، عيوني. ومن باب البر انا هطبق كلامكم وهنبات بره البيت من النهارده. وسبتهم وطلعت لمريم وقلت لها: يلا يا مريم، لمي كل هدومك وروحي على بيت اهلك، علشان احنا هننقل من هنا خلاص. ايه؟ طب ليه؟ هو ايه اللي حصل بس؟ هما برضو فتحوا موضوع الارض والمواشي تاني؟ ايوه يا مريم، فتحوه تاني. طب استهدى بالله، خلاص يا اسلام انا موافقة على شروطهم عادي. لا، انا مش موافق، ولا عمري هوافق، حتى لو كنت انت موافقة. ده وعد وعدته لابوكي، ومش هينفع ابدا ارجع فيه. وصممت على اللي في دماغي، وبعتها على بيت ابوها، وفي ظرف اسبوعين كنت مأجر شقة ونقلت فيها كل حاجاتنا، وقعدنا لوحدنا بعيد بقى عن وجع الدماغ ده كله. لكن برضو حياتنا ما كانتش سهلة زي ما هتشوفوا كده. طب وبعدين يا اسلام هنعمل ايه؟ المرتب ما بقاش يكفي بسبب الايجار. هتفرج ان شاء الله يا مريم، ما تقلقيش. ازاي بس؟ طيب كنت بقول يعني نرجع لأهلك ونسمع كلامهم وخلاص يا إسلام. مريم، أنا قفلت الموضوع ده خلاص، أرجوكي لو سمحتي اسمعي الكلام. بص يا مريم، أنا هبيع الموتوسيكل بتاعي، وهكلم باباكي يشوف لي أي شغلانة معاه إن شاء الله، حتى لو تكون إيه، المهم تبقى بالحلال. وفعلا كلمناه، والحمد لله في ظرف شهرين سافرت على شغلانة معاه هناك، وشغلانة ما كنتش أحلم بيها. والنهاردة بعد 6 سنين بقى عندي بيت ملك يمكن أكبر من بيت العيلة، واشتريت كمان حتة أرض كبيرة، وبدأت مشروع صغير، ومتأكد إن شاء الله هيكبر مع الأيام، لأني اتعلمت إن مفيش حاجة مضمونة أكتر من الحاجة اللي متعوب فيها، والاستقلال بحياتك ما يتعارضش أبدا مع برك بأهلك. ولا أنتم إيه رأيكم في الكلام ده؟ ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك.